أهلا وسهلا بكم. معاكم محمود صبحي، قناتكم مصر للدعاية والإعلان. النهاردة هنتعرف على اللاير ستايل وإزاي هنقدر نعمل مؤثرات على اللايرات في برنامج فوتوشوب سي سي 2017 زي كده. زي ما احنا ما شايفين هنبدأ نعرف خصائص كل زرار واللي موجود فيه. عشان نطلع صورة بالشكل ده، طبعا ده مبيطبقش على النصوص بس، على كل اللايرات. هنبدأ نتعرف بشكل أوسع بعد الانترو. أهلا وسهلا بكم. تعرفنا في الدروس اللي فاتت ازاي نشتغل على برنامج فوتوشوب ونفتح ملف جديد ونفتح صورة على برنامج فوتوشوب. النهاردة هنعرف ازاي نطبق لاير ستايل على اللايرات اللي احنا بنشتغل عليها. يعني احنا لو فتحنا صورة زي دي، وهسيب لكم الصورة في صندوق الوصف، وجبنا أداة الكتابة ضغطنا على حرف التي، كتبنا مثلا بالشكل ده، وهسيب لكم نوع الخط، ملف التحميل ليه لو حد محتاجه. طبعا معانا صورة زي دي وكتبنا عليها الكلمة دي. طيب احنا محتاجين نعمل مؤثرات على الكلمة، نعمل لها مثلا طرق إضاءة ظل. أول ما هضغط عليها هيبقى قدامنا خيارين، يا إما هختار من اف اكس اللي موجودة تحت نفس الشكل ده كده، أو من لاير، وهنلاقي عندنا لاير ستايل. فطبعا الأسهل من قائمة لاير هنضغط على بلند اوبشن. بلند اوبشن اللي هي خصائص الدمج. يعني احنا لو جربناها، إن أنا لو غيرت نظام الرؤية هلاقي نظام الرؤية معايا اتغير بنفس الشكل ده كده، كأننا شغالين على اللاير من بره. ودي هنستخدمها كتير في الدمج وهنشرحها في الدروس اللي جاية. يعني مثلا لو قلت له بلند اف جراي وبدأت أحرك كده، هلاقي اللون الأبيض اختفى معايا. طب لو حركت الأسود، طبعا عشان مفيش ألوان غامقة مفيش حاجة اتغيرت معانا. هنبدأ بأول جزئية موجودة معانا اللي هو البيفل أند امبوز، اللي هو البروز. وده طبعا بنشوفه في تصميمات كتير. أول ما هقف عليه هنلاقي في عندنا البنية اللي هي structure. هنيجي عند الستايل. أول حاجة الأوتر بيفل. زي ما احنا ما شايفين تأثير الأوتر بيفل، هنقلل السايز شوية عشان يبقى واضح، وهنقلل التنعيم نفس الطريقة دي كده مثلا، وهنخلي زاوية الظل 90. ممكن نزود ده كده. لو جينا نلاحظ هنا، لو احنا غيرنا الالوان، يعني هنخلي ده ابيض وهنخلي ده ازرق، لو خليت ده نورمال، زي ما احنا ما شايفين اللون بقى واضح. شكل ده شكل الظل والاضاءة موجودة من فوق. طيب لو خليناه اسود تاني، خليناه ملتبلاي وقللناه، لاحظنا الفرق. يعني مثلا لو خليناه على الاسود، خلينا دي 75، قلنا اوكي، اتجاه الظل بقى الاسفل والاضاءة موجودة في الاعلى. لو ضغطنا كده مرة تانية، طيب لو انا غيرت الزاوية خليتها سالب 90، هنلاقي الإضاءة بقت تحت. ده في الشيدنج الجزء اللي بيخص الظل والتأثير. يعني احنا حتى لو غيرنا الشكل هنلاحظ إن الشكل العام بيتغير معانا في الجلوس على حسب الشكل اللي أنا محتاجه للتصميم. طيب أنا لو اشتغلت على النورمال ورجعت عند جزء البلندنج اف، الجزء اللي كنا بنتكلم عليه، وحركنا الأبيض، هو خفى درجة اللون وساب التأثير بس هو اللي موجود. وده هنحتاجه كتير في عمليات الدمج واحنا شغالين، وهنشوفه واحنا شغالين. هننتقل بعد كده الانر بيفل. يعني ده اللي هو البروز الخارجي، هنخليه البروز داخلي، ظهر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو احنا خليناها مثلا داون وقللنا الدبس شوية، قللنا السايز، مثلا خليت ده 90، هنلاحظ ان احنا كل ما هنغير الشكل بيتغير معانا بنفس الطريقة ديت. طبعا لكل تصميم بتبقى ليه فكرة معينة انت عايز توصلها او تنفذها على التصميم، فبتستخدم الاختيار المناسب على حسب التصميم اللي انت شغال عليه. البلو امبوس ده لو انا عايز ابين هو زي تأثير الحفر. يعني لو محتاج ابين تأثير الحفر، هنلاحظ ان هو كأنه ان هو الكلمة محفورة في الخلفية. طبعا الستروك امبوس
ان انا بعمل امبوز للستروك. يعني مثلا لو عامل الستروك باللون الابيض زي ما احنا ما شايفين، لان انا قلت له نفذ خاصية البروز على الستروك مش على الكلمة. ودي طبعا بنشوفها كتير في تصميمات السوشيال ميديا. يعني لو غيرنا مثلا اللون ده كده هنجيب درجة لون تتناسب مع اللون الخلفية، يبقى كده خلصنا الجزء الأساسي في البيفل أند امبوز اللي هو الخصائص بتاعة الأداء. لو جينا اخترنا هنا كونتر، بيبدأ يعمل لنا تكسير في الامبوز. يعني كل ما ازود هنخلي تطبيق الامبوز على الكلمة عشان يبقى هو باين معانا. طبعا احنا لاحظنا الفرق كل ما هنغير كونتر، لاحظنا الفرق ان الشكل اتغير. طب لو لغينا الكونتر، انا محتاج اضيف نقش على الكلمة او في التأثير اللي هو فكرة الحجر. على حسب نوع النقش اللي انا هستخدمه هيبان معانا، وده بنشوفه كتير في التصميمات واحنا شغالين. طبعا كل ما هنقلل زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. طيب انا دلوقتي محتاج ارجع كل حاجة لوضعها الطبيعي، ومش عارف ايه عايز اعمل ريست للاداة اللي انا عملتها كلها. هنلاقي من تحت هضغط على الست ديفولت كده، رجع لي كل حاجة لوضعها الطبيعي، لغى كل التأثيرات ورجعها لي لوضعها الطبيعي. وبكده يبقى خلصنا اول جزء اللي هو البيفل اند امبوز. هنيجي للجزء التاني ده اللي اتكلمنا عليه، الستروك اللي هو البرواز. ده طبعا السايز انا بقلل وازود الحجم على حسب ما انا محتاج. البوزيشن مكان البرواز اذا كان خارجي او داخلي. طبعا الداخلي بيبدأ ياكل من اللون الاصلي للتصميم، او سنتر ان هو يبقى في النص. وهو يفضل، يعني انا في اغلب استخدامي بستخدم الخارجي، وفي اغلب التصميمات اللي بنشوفها بنستخدم الستروك الخارجي ان هو يبقى برواز حوالين الكلمة. طبعا البلند مود اللي هو نظام الرؤية، ان انا لو عايز ادمج اللون مع الخلفية زي ما احنا ما شايفين كده، على حسب الشكل اللي هختاره هتلاقي اللون بيتغير معانا مع الخلفية. هنا نظام الالوان، اذا كنت انا محتاجه لون واحد او محتاجه تدريجي جريدينت. يعني مثلا لو اخترت كده هنلاقي الشكل اتغير معانا، او ممكن اخليه نقش بنفس المنظر ده. وده بنشوفه كتير واحنا شغالين خصوصا في تصميمات السوشيال ميديا. طبعا هنرجع للكالر. يبقى كده خلصنا الستروك. هننتقل على الانر شادو. في الانر شادو نفس البيفل اند امبوز، بس انا بضيف ظل داخلي في التصميم. يعني لو زودت السايز لاحظنا كأني انا طبقت البيفل اند امبوز، بس انا مفيش بيفل اند امبوز. يعني لو شلنا الانر شادو ورجعنا البيفل اند امبوز وزودت السايز وهنخليه لتحت، هنلاحظ الشادو اللي هو الجزء بتاع الشادو بيظهر معانا في الانر شادو. ظهر معانا الشادو ان هو لتحت وبدأ ياكل في الكلمة. وممكن اختار اللون، يعني مثلا لو اخترت لون زي ده ممكن اختار لون فاتح شوية وزودت المسافة، ممكن ازود الاوباسيتي، هلاقي شكل الكلمة بدأ يتغير معايا. كده انا ضفت ظل داخلي. طيب لو محتاج ازود اضاءة هقلل الشكل. يعني ده هقول له اضاءة داخلية. هنلاحظ ان الالوان الفاتحة بتزيد معانا. لو انا شلت الانر شادو ممكن اقلل الانر شادو شوية، الاقي ان الاضاءة زيادة معانا في الانر جلو. ان انا حتى ممكن اديله لون فاتح عشان يبقى واضح معايا التأثير. لو لاحظنا هنلاقي التأثير باين معايا جدا ان انا عامل الجلو لون فاتح مع اللون الغامق. ده الجزء اللي يخص الانر جلو والانر شادو. وطبعا كل ما هعدل في الخصائص هلاقي الشكل بيتغير معايا. لو ضغطت هنا كده، وطبعا الانر جلو مش هيبان معايا على اللون الابيض لان دي اضاءة وده لون ابيض، فهو مش هيبان فيه الاضاءة. اما احنا لو غيرنا اللون، اديته مثلا لون زي اللون الاحمر كده،
زي ما احنا ما شايفين الإضاءة بدأت تبان معايا في الأطراف بنفس المنظر ده. وطبعا الاتنين الانر شادو والانر جلو موجودين في بيفل اند امبوز في تأثير بيفل اند امبوز، بس واحنا شغالين ممكن احتاجهم بشكل مستقل وانا شغال. هبدأ اتنقل بعد كده، هندخل على الساتين. هو اداني تأثير نفس تأثير بيبل اند امبوز، بس اداني كلون اسود، ان هو عمل لي تجسيم للكلمة داخلي كلون اسود. ان انا مثلا لو اخترت كده، وطبعا ده بيبان معانا لو في تأثير المية، ان انا عايز اجيب تأثير المية بطريقة تأثير مجسم 3D، بجيبه من طريق الستان. وكل ما هختار ما اغير الزاوية هلاقي الشكل بيتغير معايا. ننتقل بعد كده الكالر اوفرلاي كنا شغالين عليه دلوقتي، اللي هو ان انا بضيف لون اضافي غير لون اللاير. يعني انا كنت شغال على اللون الابيض، ضفت الاحمر. طب لو انا محتاج اغيره، وطبعا انا كل ما هغير الالوان، نظام الالوان، نظام الرؤية، زي ما احنا ما شفنا بلاقي اللون بيتغير معايا. وممكن اضيف تدرج لوني زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. انا هختار التدرج اللي انا محتاجه، اقول له اوكي، قلت له ده كده 90. ممكن نخليه دائري او بزاوية، ان هو جاي في زاوية معينة على حسب الزاوية. يبقى كده عرفنا ان الكالر اوفرلاي والجريدينت اوفرلاي ده تغيير اللون العام لللاير اللي انا شغال عليه. الباترن اوفرلاي ده ان انا بضيف نقش جوه الكلمة بيبقى هو اللون زي ما احنا ما شايفين كده. وطبعا الباترن فيه ممكن تجيب ملفات جاهزة من خلال الانترنت، او تصمم انت باترن مخصوص، وده هنشرحه قدام في الدروس اللي جاية. هننتقل بعد كده، هضيف كلر اوفرلاي عشان التأثير بس يبان معانا. الاوتر جلو، الاضاءة، انا لو هقلل السايز كده شوية وهخليه قريب منها، ان انا عايز احط تأثير الاضاءة الخارجية. طبعا السبريد اللي هو التباعد بتاع الإضاءة عن الكلمة، والسايز هو حجم الإضاءة زي ما احنا شايفين، والكواليتي الجودة. وكل ما هغير كل ما هلاقي الشكل، الإضاءة بتغير معايا على حسب التصميم اللي أنا شغال عليه. وممكن أعمله بشكل معين أنا محتاجه، يعني مش لازم أن أعتمد بالأشكال الجاهزة اللي موجودة في البرنامج. هيظهر لنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. وآخر جزء معانا اللي هو الدروب شادو، الظل. إن أنا لو شغال على كلمة ومحتاج أعمل ظل، هيبان معانا بالطريقة دي. وطبعا كل ده، وفي الوقت ما عاوز إن أنا أرجع كل حاجة لوضعها الطبيعي بضغط على ريسيت ديفولت، هيرجع لي كل الإعدادات لطبيعتها. دلوقتي لو أنا شغال كده، وممكن أزود، هنلاحظ إن الاستروك، إن أنا لو عامل استروك أصفر ومحتاج أزود استروك تاني خارجي، وخليته مثلا كده وقللته،
ممكن ازود واحد كمان بنفس الشكل كده وهقلله. احنا معانا الستروك والانر شادو والكالر اوفر لي، ممكن اضيف اكتر من لون. يعني كده لو انا حبيت احذف هقف على الستروك واضغط على علامة الديليت، هحذف التأثير اللي انا عملته لحد ما يرجع لوضعه الطبيعي. لو عايز اضيف اكتر من لون، دخلت كده في كالر اوفر لي وزودت مثلا، ورحت مختار اللون كده ايه الفاتح، قلت له مثلا سكرين. هنلاقي لون جديد معانا، وممكن ازود الجريدينت. وهنا لو لاحظنا هنا ان هو اي زيادات اقدر ازودها موجودة من خلال القائمة اللي موجودة تحت. يعني كل اللي جنبهم علامة زائد دول اقدر ازودهم فوق التأثير اللي انا كنت شغال عليه. وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة. ولو عجبك الدرس متنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب لنا رأيك في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله.